الجرس للحقيقة لا يستثني أحد إلا العزابة يلي مش مفكرين بالزواج، ولكن العزابة يلي بدهم يرتبطوا أكيد ما بيستثنيون أبدا رنة الجرس. اليوم الرنة إذا لكل الأشخاص المجوزين، لنحكي اليوم عن العلاقة بين الزوجين. هالعلاقة يلي وصلت بهالوقت هيدا وبهالزمن هيدا لعلامات استفهام، أوقات بنطرح سؤال ما ملاقيله جواب. هالعلاقة يلي ممكن تكون سهلة وممكن تكون صعبة، ممكن تكون حلوة ممكن تكون شائعة، up and down، ممكن نجملها ممكن نبشعها، ممكن نطول عمرها ممكن نقصف لها عمرها. عم بحكي عن حياة الكابل، الحياة ما بعد الزواج. لهالسبب اليوم الرنة وصلت لمصر مع الاختصاصي بالعلاقات الاجتماعية والتنمية البشرية مايكل كمال للمرة الثانية عبر استوديو صوت النجوم بأوتاوا. مرحبا. مرحبا بيكي. أهلا وسهلا فيك مايكل. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين. أنا اللي بعرفه أنه هالموضوع بس سألتك عنه قلت لي كتير متحمس لإله، وأنت عندك خبرة طويلة بهالمجال هيدا وعندك أفكار كتيرة. واللي قلته مايكل للعالم، نحن مش عم نكتشف البارود، يعني العلاقة بين الزوجين لا أنا وإنت أول مين طرحها ولا رح نكون الآخر، ولكن نحن بنحب نستفيد من خبرات أشخاص مثلك مثل الأشخاص المتخصصين بهالمجالات هيدي. خبرنا مايكل. الحقيقة جودة حياتنا تتلخص في حاجتين. نعم. جودة مشاعرنا وجودة علاقتنا، وتقريبا الاثنين مرتبطين ببعض. لو أنا معايا فلوس كتير جدا ومحقق حاجات كتير قوي، بس أغلب الوقت أنا متضايق ومضغوط أو لوحدي أو مكتئب أو محبط، نعم. هنا حياتي مش هيبقى ليها قيمة. بالرغم إن أنا معايا حاجات كتير أو محقق نجاحات في شغلي، في دراساتي، في حاجات كتير. فدي أهم نقطة لازم نبقى مدركينها الأول، ولازم نبذل مجهود عشان نحسنها ونشتغل عليها. لو أنا استنيت إن مشاعري لوحدها تبقى كويسة، هتبقى يوم كويسة و10 لأ. نعم. علاقاتي لو أنا مش بحط فيها مجهود وبحاول أبنيها مع شريك حياتي أو شريكة حياتي أو زمايلي في الشغل أو حاجة، هتقع مع الوقت. نعم. نعم. ممكن نحس إن إحنا كمان في اختلاف كتير دلوقتي في العلاقات الزوجية عن أيام أبائنا وأجدادنا وأكتر من كده شوية. يمكن الاختلافات جات من بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، ابتدى يحصل تغيير شوية في العالم عموما. إن كان الأول الاهتمام والنظرة للجواز وكده كان فيها أكتر اتجاه للاستقرار. نعم. وتكوين بيت ووجود ولاد. فالأب والأم كانوا بيضحوا عشان ده. نعم. كانوا عندهم مشاعر واحتياجات تانية، بس كانت دي في مرتبة أدنى. اللي حصل دلوقتي إن دي بقت أعلى. نعم. فعشان كده بنلاقي ان نسب الجواز والطلاق بتزيد قوي، واستمرار الجواز ما بيبقاش مستمر زي زمان، وبندخل في اكتر من علاقه وهكذا. نعم. نعم. يعني عم نقول تغير مفهوم فكرة الزواج بين الماضي واليوم، وصار في مثل ما قلت حضرتك رؤية تاني، والطلاق عم بيزيد كتير مايكل. يعني ما بنسمع انه فلان وتجوز إلا بعد سنة سنتين وثلاثة، بيكون أول أشهر حلوين كتير، وبعدين بيصير غم وهم وحزن ومشاكل وطلاق وانفصال. بيحصل ده لأكتر من سبب. نعم. ممكن أكون أنا الأول مش فاهم نفسي، فمش فاهم أنا مين وعايز إيه واحتياجاتي في الدنيا وتوجهي في الحياة عموما. نعم. مش فاهم الطرف التاني أو أنا عايز منه إيه. بدور على مشاعر وحد يسدد لي احتياجاتي ويديني مشاعر وكلام كويس وعلاقة وحاجات معينة. الكلام ده بيبقى في الأول، بعد كده بروتين الحياة وبالضغوط الدنيا بتختلف. فبيبقى تفكيري في الجواز أو في العلاقة محدود جدا. نعم. حاجة كمان إن أنا ببقى عايز الإثارة والنشوة العالية قوي اللي بتبقى في أول العلاقة. فلما بتختفي الموضوع ده ببتدي أحس إن في مشكلة في الجواز دلوقتي. نعم. وما بيبقاش عندي قدرة كبيرة إن أنا أكمل. نعم. مع إن الطبيعي اللي الناس كتير للأسف مش بتعرفه إن مع الوقت العلاقة بتتحول، والزوج مثلا بدل ما بيحس إن هو حبيب ومحبوب ومرغوب فيه بالصورة اللي كان موجودة أول الجواز، بيتحول أكتر لشريك حياة أو صديق. هنا العلاقة بتبتدي تنمو بصورة مختلفة. لو أنا مش عارف دي هحس إن أنا جوازي بينهار وأنا علاقتي بتبوظ وأنا فاشل كزوج أو زوجة. يمكن هذا اللي عم بيصير مايكل، هالتحول مش عم بينفهم من قبل الشريكين. بيقولوا الحب مات. بالظبط.
وبيدوروا باستمرار على العلاقه الثانيه عشان هتديني الاثاره الاولى دي، وبعد اول ما تختفي هسيب العلاقه دي وادخل اللي بعدها. نعم 100%. يعني هون عدم فهمنا للدور، دور الزوج والزوج. يمكن هذا اللي عم بيوصل للمشكله مايكل. يعني نحن بنحب، بننغرم، بنتحمس، بنتجوز، بنعيش شهر العسل مثل ما بيقولوا عنه. يمكن بنكفيه، يمكن ما بنكفيه، ما بقى نعرف بهالايام. بس تروح هالشعله، بس للاسف بس تروح هالشعله هيدي، هالغرام، هالباسيون هيدا، هالعشق هيدا، وشو عملنا نحن؟ راحت السكرة واجت الفكرة لا مش هيدا هو اللي بدي اياه، او مش هي اللي بدي اياها. صار في روتين وصار عنا ما بعرف شو. كيف بدنا نتغلب على هالافكار لنكفي حياتنا؟ محتاجين زي ما قلنا اول حاجة ان احنا نفهم بعض. نعم. تاني حاجة نفهم ايه الاحتياجات المختلفة لبعض، لان انا كراجل وكمرأة كل واحد فينا ليه احتياجات، لينا نفس الاحتياجات بس ترتيبهم ونسبهم بتختلف. نعم. يعني مثلا المرأة مثلا بالنسبة لها ان هي تكون مسموعة ومفهومة وفي مشاعر وبتتقدر وكده، بتقدر مشاعرها، يعني ده احتياج رئيسي بالنسبة لها. نعم. ساعات كتير مثلا على سبيل المثال الزوجة مثلا تبقى راجعة من الشغل متضايقة وتعبانة وعايزة تتكلم وتفضفض بس. الراجل بيتوقع ان هي مادام بتتكلم يبقى محتاجة حل. نعم. ويبتدي يقول لها حلول. نعم. فهي تتضايق فهو يحس ان هي ما قدرتش الحلول القيمة اللي قالها. اوكي. فحاجة زي كده مثلا بتعمل مشكلة كبيرة. طبعا اكيد. الطريقة كمان اللي انا بتكلم بيها، يعني مثلا انا ممكن اساعد جوزي ان هو يسمعني. ابتدي مثلا في بداية كلامي واقول له ان انا مضغوطة ومتضايقة والموضوع ملوش علاقة بيك. ومهمة جملة الموضوع ملوش علاقة بيك دي. لان هي ساعات الراجل بيحس ان سعادة او تعاسة المرأة مرتبطة بيه هو. اوكي. فبينسب الموضوع لي. نعم. فمحتاج ان انا اوضح له ان انت مش مسؤول عن ده. نعم. وفي نفس الوقت بوضح له ان انا محتاج ان انا افضفض بس ممكن تسمعني او اتكلم في وقت تاني او حاجه. نعم. ولما ابتدي اتكلم واعبر، وهو يكون محتاج ان هو يكون حاضر تماما وبيسمعها بقلبه وروحه وعقله بكل طريقه. يمكن زي ما كان بيسمعها في الاول وقت الخطوبه وفي بدايه التعارف كان بيسمعها بالصوره دي. نعم. عشان كده كانت العلاقه ما بينهم كويسه جدا. نعم. وبيبقى اقرب ليها هي. نعم. مع الوقت بيتغير ويرجع لطبيعته هو اكتر، ان هو مش بيسمع ولكن بيقدم حلول. فهي تبتدي تحس ان الراجل اللي انا اتجوزته ده مش هو اللي كنت مخطوبه ليه او كنت في علاقه معاه قبل كده. نعم. نعم. حاجه كمان ان المراه مثلا ما تحاولش تقول للراجل انت مش سامعني. يعني عاده هي بتتكلم وبتقول له انت مش سامعني او انا مش مسموعه. نعم. دي بتعمل اختلاف كتير. اولا هي بتقولها بمعنى معين، معناه ان انت مش سامعني، مش حاسس بيا، مش مقدر مشاعري، مش متعاطف معايا. هو بياخدها بمعنى تاني خالص، بياخدها بمعنى حرفي، انت مش سامعني. فيحس ان هو هو انا غبي، انا ازاي مش سامعك، انا ممكن اعيد لك اللي انت قلتيه. نعم. ويبتدي يعيد لها الكلام. شخصيه كتير الشغله. اوكي. نعم. بالظبط. حاجه كمان ممكن اللي بتخلي المراه ان هي ما بتتكلمش اكتر من حاجه. نعم. ممكن حاجه منهم ان هي مش بتحس بالامان مع جوزها او مع شريك حياتها او خطيبها او كده. نعم. تاني حاجه ممكن تحس ان هو ما يكونش مهتم اساسا بيها. تالت حاجه ان هي تكون حاسه ان هو مش فاهمها، وده العادي اللي بيحصل. يعني هي تبقى بتعبر وحاسه ان هو مش فاهمني. نعم. مره واثنين وثلاثه ببتدي اسكت بقى. نعم. دايما هذه الشكوى عند الكل، يعني بتقول لك ما بيفهمني. ولو عدت كذا مرة الشغلة أو لو حكينا بالموضوع ما بيفهمني. دايما هالتهمة ملقاة على الرجال، وأكيد الرجال بيتهم المرأة بأشياء تانية يعني. دي حقيقة. نعم. بس الفكرة إن محتاجين، يعني أنا باستمرار نصيحتي لأي زوج أو زوجة ما تتوقعوش إن الطرف التاني فاهمكم. حاولوا اتعاملوا إن هو مش فاهمكم، وحاولوا توضحوا له نفسكم. حلو كتير. لأن طريقتي بتبقى مختلفة. هيدي معلومة لازم واحد يرجع يقلب المقاييس. يعني دايما المرة بتتوقع من جوزها يفهمها، هلأ بنقلها ما تتوقعي، جرب اشرحي له، هيك بتخف الصدمة. بالزبط. مش هيك؟ بالظبط. والطريقة اللي أنا بشرح له بيها ما تبقاش محسسه إن أنت طفل أو بعلمك إزاي تتعامل معايا. أوكي. برضه لأن الطريقة دي بتجرح الراجل لما بيحس إن هو مش عارف حاجة أو في حد هو اللي بيعلمه. فالطريقة نفسها اللي أنا بوصله بيها نفسي وبوصله بيها احتياجي بتعمل فرق كبير جدا. نعم. نعم. وبنلاحظ النقطة دي برضو بتعمل مشكلة. نعم. إن المرأة أو بتتحول من زوجة لأم.
نعم. ففي الاول هي كانت زوجه وليها نفس احتياجات وبتلبي احتياجات جوزها بصوره معينه كحبيب يعني. نعم. بعد كده بتبتدي تتحول لام وتهتم بالبيت اكتر وبالولاد وبالظروف والاجتماعيات وحاجات زي كده، وتبتدي تهمل جوزها. نعم نعم. والاسوأ كمان ان هي تحاول تتعامل معاه ان هي ام بقى، يعني أوكي. هي اللي تبتدي تقول له اعمل كذا كذا، نعم. توجهه. يعني هو عم بتركز مايكل على الأسلوب، يعني الأسلوب كتير مهم بالحوار المتبادل بين الاثنين، يعني تكون المرأة ذكية تعرف كيف تتحاور. بالضبط، الطريق والطريقة. أوكي. نعم. الطريق ايه الطريق اللي انا بمشي فيه والطريقة اللي انا بقولها. الوقت ممكن يكون مناسب أو مش أو مناسب. يوديني يدخلني في الحيط يعني. نعم. طيب مايكل، عم نشوف انه عم بيصير كتير خلافات، واغلب الخلافات اللي عم تحصل يعني هو الفراق بقول لك ما بقى حاسس شيء تجاهها ولا انا حاسه شيء تجاهه. طيب نحن بنقول انه العلاقه لانه هي المفروض تكون ابديه، ممكن تكون اب اند داون، يعني مش ضروري دايما نكون نحن هالقد مغرومين ببعضنا البعض، مثل اي علاقه تانية اوقات بتطلع اوقات بتنزل. بس كيف ممكن ننمي نرجع هالشعور يلي ممكن عم بيموت تدريجيا مع الهم، مع مشاكل الأولاد، مع القلة أوقات، مع مشاريع تنقل من بلد إلى بلد، مع هموم الدنيا. كيف ممكن ننعش هالمشاعر يلي أنا أكيد فينا ننعشها إذا عرفنا مثل ما بقولوا نشتغل عليها؟ حضرتك قلتي نقطة جميلة جدا، إن هو فعلا بتموت سنة سنة. اللي الناس بتتفاجئ بيه أو بتشوفه مثلا او يقول لك ان ازاي احنا وصلنا للطلاق، احنا كنا كويسين مع بعض. نعم. او ما كانش فيه حاجه. نعم. بس اللي بيحصل ان الحب بيموت كل يوم سنه، او الميه دي بتبرد كل يوم سنه لغايه ما تبقى بارده خالص. انا مش هحس بالنقله دي مره واحده. نعم. عشان اتجنب ده ابتدي اكون حساس تجاه الحاجه او تجاه العلاقه دي. ما ابتديش اهمل شريك حياتي الراجل او المراه لفتره طويله وبعدين اتفاجئ ان في تغيير. لازم ابتدي اكون حساس تجاه العلاقه دي، وعندي استعداد ان انا ابذل، وان انا اسمع، وان انا اسال، وافهم اللي قدامي واشوف احتياجاته. اعمل حاجه مش روتينيه، نسافر، ابعت رساله، اتكلم، مش لازم اطلب حاجه او اوجه او حاجه. اعمل في اعمال بسيطه، اجيب ورده، اجيب حاجه، اجيب هديه، مش لازم يكون في مناسبه. حاجات صغيره جدا بتفرق قوي في العلاقه وبتغذيها. ده بالنسبه مثلا للمراه كتير بتفرق معاها الحاجات دي. نعم. الراجل بيحسبها بصوره تانية، بيتوقع ان انا لما اعمل حاجه كبيره قوي باخد بيها رصيد كبير قوي في العلاقه او في محبتي لمراتي. المراه مش بتحسبها كده. المراه بتحسب كل حاجه صغيره الراجل بيقدمها لها ان هي ليها قيمه ومعنى، وان انت بتحبني ومهتم. نعم. بينما الرجال بتعمل فرق كبير. الحسابات منا متشابهه ابدا، كيف بدهم يلتقوا؟ لكن حساباتها غير حساباته خالص. فلو انا مش فاهم او مش عارف النقطه دي، هبقى متوقع ان انا بحط رصيد كبير جدا، مثلا 50 و100 نقطه. نعم. وانا باخد 5 نقط في الاخر. وفي نقطه تاني برضو مهمه قوي، ان المراه عندها قدره اكتر على العطاء. نعم. وبتفضل ساكته فتره طويله، بتدي مره واثنين وثلاثه و10 و100. نعم. وبعد كده لو اتكسرت العلاقه ما بينها وما بين حد، بيبقى بصعوبه قوي انها ترجع. نعم. فهنا الراجل محتاج يكون حساس ويحافظ على العلاقه دي، ما يوصلش لنقطه اللا عوده. اوكي. وفي نفس الوقت نصيحتي للمراه ان هي تحاول تفضي باستمرار اللي جواها، تشرح نفسها للراجل وتطلب منه الحاجات باسلوب ما تجرحوش او ما تحسسوش ان هي اللي بتعرفه المفروض تعمل ايه. كأنه هون عم بتحمل المرأة دور اكتر مايكل، مزبوط؟ بحمل المرأة دور اكتر بالعلاقة، بمسيرة العلاقة. انا بحس ان هي بحس ان المرأة بتبقى مظلومة اكتر. اوكي، بس عندها عاتق اكبر. كأنه هي قدرتها اكتر على العطاء. نعم. وبتميل اكتر ان هي تحافظ على البيت، يعني حتى لو انفصلوا عادة الام هي اللي بتاخد الولاد وهي اللي بتربيهم وكده. فهي قدرتها وطبيعتها من الانسان الاول ان هي بتكون بيت وبتحافظ عليه. نعم. الراجل بالنسبة له، ودايما حتى ولو بهزار، ان انت هتتجوز، ان انت هتودع الحياة وهتودع العزوبية وداخل القفص يعني. نعم. هيدا القفص لو فينا نغير كلمته، ما بعرف ليش حطوا قفص ذهبي؟ قولوا لنا غير تعبير لإله. ما هو تصور غلط للحاجة. نعم. وحتى لو احنا بنقولها بهزار، بس الكلام اللي احنا بنقوله بيأثر على تفكيرنا طبعاً. في اللاوعي حتى. طبعا 100%. طب هون ركزت على دور المرأة وأنا معك 100%. بس الرجل هون يلي بيصير متطلب أكتر، خاصة
يلي بياخد صبية بتبقى حلوة، بيبقى جسمها حلو قبل ما يتجوزوا، وهالمرة طبعا بدها تنجب الأولاد، بده يتغير شكلها، بدها تتغير اهتماماتها، ما بقى عم تهتم مثل الأول. بتلاقي هون الرجال إنه بيقول لك مش هيدي هي اللي أنا أخذتها، ليه كيف تغيرت كلها على بعضها، ما بقى أنا من أولوياتها. كمان هون بيدخل الفتور وبتبلش المشاكل، وأوقات منضب الشنط ومنفل. دي حقيقة. احنا بنحس كتير ان الراجل بيبقى ليه نفس الاهتمامات وعايزها تفضل موجودة على طول. نعم. ان هو احساسه ان هو مرغوب فيه، وان هو محبوب، وان هو حبيب. الاحساس ان اختفاء الاحساس ده بالنسبة له بيبقى بيحس ان فيه مشكلة. نعم. او ان انا غير مرغوب فيه. ما بيقدرش مثلا ان مراته ممكن تكون تعبانة، او ان هي عندها مجهود مثلا بره البيت وفي البيت والولاد والاكل. هو مش بيعمل كل الحاجات دي. ممكن يكون بيشتغل مثلا، بس بيرجع بعد كده يقعد قدام التلفزيون او يعمل حاجة تانية او كده. صحيح. هي بتتغدى وتقوم تغسل الاطباق مثلا، او تنظف البيت او ترتبه او كده. هو مش بيعمل كده. فهنا احتياجاته المفروض، لو انا بدل ما ابقى قاعد وبطلب ايه الحاجات اللي انا اخدها من العلاقة او من الشخص التاني، اقوم واعملها، ان انا اقدم. بالظبط. نعم. واللي بيطلب الحب هو غلطان. المفروض ان هو يقدم الحب. حلو. ساعتها هيحس بالحب بصورة مختلفة. صحيح. نحن دايما الاشخاص بيطلبوا من بعض ليه ما بتحبيني، حبيني، او انت ليه ما بتحبني، لازم تحبني. يمكن هاي الطريقة الغلط. بالظبط. الحاجة اللي احنا عايزينها هي اللي نقدمها، مش اللي نستنى ناخدها. لان انا لما اقدم الحب مرة واثنين وثلاثة وعشرة، اللي قدامي هيتأثر بحبي دي وبالطريقة اللي انا بقدم له بيها. نعم. واكيد هيبادلني بصورة تانية على قد ما اقدر. نعم. نعم. طيب مايكل، إذا فينا نختصر شوي نقول هون مراحل بيمرق فيها الزوجين من أول ما بيدخلوا على بيت واحد. مثل ما قلنا ببلشوا بعشق، بغرام، انتقام، مثل ما بقولوا مش شايفين إلا بعضنا، شهر عسل. بعدين بنفوت أكتر بالحياة، بنلاقي بلشت هون الأب اند داون. يعني كيف توصفنا المراحل لازم فيها أو تطور العلاقة، كيف تنمى العلاقة؟ يعني بنبلش شغف، بعدين شو بيصير؟ فيك تعطينا هالوصف من خلالك؟ هو ممكن الأول بيبقى فعلا فيه الشغف، الإثارة أو الشرارة الأولى دي اللي بتجذبني لحد. وبعد كده ببتدي إن أنا أحاول أتجمل وأحسن من نفسي على قد ما أقدر عشان أجذب انتباه الشخص ده بصورة واعية أو غير واعية. لازم أحسسه إن أنا كويس يعني. وبعد كده بتبتدي ندخل في العلاقة، وبيزيد الشغف والحب والمشاعر، وحتى الكيمياء بتاعت المخ نفسها بتختلف، وبيبتدي يفرز سيروتونين واندروفين وحاجات زي كده، بتدي إثارة ومشاعر مختلفة. نعم. بتلغي تقريبا العقل في الوقت ده، أو بتقلل من تأثيره. نعم. فببقى شايف كل حاجة وردي وجميلة، ومش قادر أشوف عيوب في الشخص التاني. نعم. بعد كده لما بوصل لمرحلة إن أنا بتملك الشخص ده، أو إن إحنا بنكون مع بعض، بتبتدي الإثارة دي تقل، لأن حاجة كنت مرغوب فيها وعايزها بعد كده. بالظبط. نعم. امتلكتها. فبيبقى نظرتي ليها الطريقة اللي أنا بقدم بيها عشان أثير إعجاب الشخص التاني بتقل كتير، لأن خلاص إحنا بقينا متجوزين بقى يعني. زي ما يكون لو إحنا اتجوزنا، مش المفروض إن أنا أحاول أسعى إن أنا أحط وقود في النار دي أو العلاقة دي عشان أجملها وأحسنها وأخليها تنمو باستمرار. بعد كده يمكن بيحصل حاجات تاني، إن بنبتدي بقى نركز على الاختلافات اللي ما بيننا وبين بعض. نبتدي نشوف انت بقيت عصبي قوي، انت ما كنتش عصبي زمان، انت كنت بتفهميني دلوقتي ما بقيتيش بتفهميني، وهكذا. نبتدي نركز على الاختلافات بتاعتنا، ودي بتعمل مشاكل اكتر. نعم. لان انا كل ما بركز على حاجة هي بتزيد. نعم. يمكن في حاجة كمان مهمة في الوقت اللي احنا فيه ده، اختلف شوية في نقطة مهمة، ان المرأة والراجل طبيعتهم اختلفت. نعم. المرأة كانت قبل كده احتياجها أنثوي أكتر. نعم. دلوقتي بقت بتغذي الجانب الذكوري فيها، بمعنى إن ما بقاش بيكفيها نجاحها في الشغل، نجاحها في البيت، صار بدها نجاح برا. بالظبط. بقى بالنسبة لها النجاح برا وتحقيق رسالة وهدف، ده سبب رئيسي. بالنسبة للراجل ابتدى برضو يغذي في المقابل الجانب الأنثوي فيه شوية، اللي هو نجاحه برا مش هو كل حاجة. بقى عايز يبقى محبوب ومرغوب فيه، وليه دور في حياة ولاده وفي البيت، وفيه حب ورومانسية. نعم. فيمكن ده بقى بيحط اللود أكتر علينا. نعم. وممكن نقطة كمان بتشكل ضغط أكتر على المرأة أكتر من الراجل، إن المرأة بقت عاملة دلوقتي. نعم. فلما بقت عاملة وبقت بتحتك خلال اليوم بموظفين وعمال ورؤساء وكده،
بتتعامل اغلب الوقت بطبيعه ذكوريه نعم مش انثويه. فلما بترجع البيت بتبقى محتاجه ان هي تكون انثى تاني. نعم. عشان الوقت ده اللي فيه على طبيعتها. نعم. محتاجه حميميه في العلاقه، في التعامل، محتاجه حب، محتاجه ان هي تفضفض او تتكلم. نعم. كل ده محتاجاه مش بتقدر تعمله في الشغل او في تعاملاتها التانيه. نعم. الراجل هنا مش بيقدر يفهم ده ومش بيقدر يلبي احتياجاتها. نعم. كمان في شغله هون مايكل، عذرا يمكن عم بقاطعك، الاستقلال المادي للمرأة قد ايه عم بيساهم بنسبة الطلاق الكبيرة؟ يمكن بيساهم لان المرأة بتحس ان هي ما بقتش محتاجة للراجل. ان انا بشتغل وعندي حياتي وعندي علاقاتي. خلاص فبتحس ان انا ممكن استغنى عادي. يعني هيدي نقطة مثل ما بيقولوا سيف ذو حدين، مثل ما بيقولوا المرأة يلي تنتج بشكل يمكن معاشها كتير كبير، حتى أوقات بيكون أكبر من معاش زوجها. قديه شغلة حلوة إنه عم بفوت مورد للبيت، بس إذا المرأة منها حكيمة ومنها إنسانة متعقلة ممكن تخرب بيتها، تقول أنا مش عايزاه. بالنسبة لها وبالنسبة للراجل طبعا. نعم. يعني الطريقة اللي أنا بفكر فيها في الموضوع، هل إن أنا هو أساسا أنا كنت محتاجاه عشان أمان ومصاريف وبيت وكده، ما لو انا كنت محتاجاه عشان دي وحققتها يبقى ايه لازمه وجوده؟ ده بالعكس انا ممكن اصرف عليه ساعتها. نعم. نعم. فساعتها هبعد عن العلاقه. نعم. لكن لو انا بدور على شريك حياتي وان احنا نساعد بعض وان احنا نعمل كذا وان اللي بيجي ده هنقدر نقسمه هنا او هنا او نتفسح او نعمل بيه حاجه معينه. نعم. ساعتها انا بسري العلاقه. صح. على حسب الطريقه اللي بشوف بيها الحاجه بتفرق كتير طبعا. نعم. نعم. اذا بدك تعطي وصف للمؤسسه الزوجيه اليوم مايكل من خلال خبرتك والمحاضرات يلي بتقدمها، كيف بتشوفها اليوم؟ بأي رؤية، بأي عين؟ إيجابية، سلبية، تناقضية؟ شو؟ بشوف ان اغلب الناس بتميل قوي ان هي تركز انا باخد ايه، قليل اللي بيركز انا هدي ايه للعلاقة دي. يسلم. والناس اللي بتركز ان هي هتدي ايه بيوتهم بتبقى ناجحة جدا. الناس اللي بتدور انا باخد ايه بتحس باستمرار ان هم اتظلموا وخدوا حد اقل من الكتير اللي كانوا يستحقوه. وان هو ما يستاهلهاش او هي ما تستاهلوش وهكذا. حكيت شغله كتير مهمه يمكن هي اسس الاتفاق واسس الخلاف، الا وهي مش دايما انا شو بدي اعطي. هيدا الاهم، العطاء يعني من قبل الشريكين للحياه. بالضبط. ونقطة مهمة ان انا وانا بدي للي قدامي الحاجة الاهم بالنسبة لي. يعني مثلا لما واحد يقول لي انا عملت مع مراتي كل حاجة واديتها كل حاجة. نعم. وهي مش سعيدة. نعم. الاجابة المنطقية ان انت اديتها كل حاجة الا الحاجة الاهم بالنسبة لها. لان انت هنا ما فهمتهاش صح. ممكن نعم. تكون بتجيب لها هدايا، بتخرجها، بتعمل حاجات كتير. نعم. بس بالظبط هي بالنسبة لها ده اخر همها. همها مثلا احتياج ان هو يكون موجود والطريقه اللي بيعاملها بيها ورومانسيه، بيحترمها، بيحبها. في حاجات معينه بالنسبه لها اهم هو مش بيديها لها. نعم. نعم. شو النصيحه بشكل هيك عام مايكل؟ قدمت كتير نصايح انا عارفه، ما بعرف اوقات بيقولوا لك الحكي هين بس التطبيق صعب. اذا عم بيسمعونا اشخاص عندهم مشاكل بحياتهم وما عندهم اتفاق مع الشريك الاخر، شو بتقول لهم؟ بقول ان حاول تركز او تركزي ان انتوا هتدوا ايه قبل ما هتاخدوا ايه. نعم. دي اول حاجة. تاني حاجة ان انا احاول افهم اللي قدامي بصورة حقيقية، يعني اكون فعلا عندي استعداد ان انا افهمه وان نعم. انا اسمعه كإنسان مختلف عني. نعم. مش هحاول ان انا اغيره. يمكن النقطة دي بتعمل مشكلة كبيرة. المرأة لما بتحب جوزها بتحاول توجهه. وده بيكسره شوية. نعم. ما رح يتغير بالنتيجة، لا هي رح تتغير ولا هو رح يتغير. هي هتبقى معصبة ومتضايقة على طول وهو مش هيتغير لأن هيحس إن هو كده في مشكلة وهي بتحاول تصلح. نعم. فنحاول إن احنا نقبل بعض زي ما احنا، نحاول نحب بعض وندعم بعض، ده هيساعدنا أكتر إن احنا نتغير حتى نطور وما نقارنش بعض بناس تاني. نعم. نعم. تمام. أنا بدي أشكرك مايكل. بعرف إنه اللي حكيناه برضو قليل لحياة متكاملة بين شريكين، بس حبينا هيك نلقي الضوء على بعض الأفكار، على بعض الطرق اللي ممكن توصلنا لعلاقة سليمة تجمع المرأة بزوجها والعكس صحيح. أنا بدي أشكرك. موضوع بيحمل كتير حكي أنا أكيد مايكل، مزبوط؟ نعم فهمي. عبول الموضوع بعد بيحمل حكي كتير بس نحن وقتنا خلص. يعني قد ما نحكي بعد في اشياء لازم تنحكى أكتر وأكتر حول العلاقة بين الزوج وزوجته.
اكيد يا فندم، هيبقى لينا ان شاء الله لقاءات نتكلم فيها اكتر عن جوانب تانية ونغطي الموضوع باكتر من زاوية. اوكي، انا بشكرك مايكل كمال، الاختصاصي بالعلاقات الاجتماعيه والتنميه البشريه، شكرا لوقتك، ونحن بنقول لك تحيه لك وتحيه لمصر، بنحبكم كثير، بنحب كل الجاليه المصريه الموجوده هون كمان باوتاوا والضواحي.